شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن انطلاق فعاليات معرض يوم المهنة، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي ممثلة في الملحقية الثقافية بأمريكا لتوظيف الخريجين والخريجات من مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي سنويا. ويشارك في الفعالية 116 جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص، وأيضا تسعى لاحتواء ما يقارب 7275 مبتعثا ومبتعثة بالحضور، وأيضا عبر الموقع الإلكتروني لمن لم يتمكنوا من المشاركة. بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد العنقري وسفير المملكة العربية السعودية الدكتور عادل بن أحمد الجبير والملحق الثقافي السعودي الدكتور محمد العيسى، تم افتتاح معرض يوم المهنة الذي ضم الكثير من الشركات والمؤسسات السعودية والجامعات الخاصة والعامة لعرض وتوفير أبرز فرص العمل للطلبة المبتعثين. اليوم في أي دولة من الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، وهي الاقتصاديات الآن اقتصاديات المستقبل، تعتمد على العلم بشكل عام في سبيل تحقيق هذا الهدف. العلم لا يمكن الحصول عليه من مكان واحد، إما أنك تبتعث أو أنك تعلم في الوطن، إنما يكون من خلال مشاريع متنوعة مختلفة لتأهيل أبناء الوطن. تسابقت الشركات والمؤسسات والجامعات على هذا الحدث الكبير للتسابق على أحد أهم نتاجات طلبة برنامج الابتعاث الخارجي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من أجل استقطاب أبرز الكفاءات العلمية التي أنتجها برنامج الابتعاث، وبناء لكوادر سعودية مؤهلة ومحترفة كجزء من نهضة تعليمية تشهدها المملكة. واليوم هنا بنمثل باب رزق جميل، هو الذراع المبادرة لتوفير فرص عمل للشباب والشابات السعوديين عن طريق 5 برامج: برنامج التوظيف المباشر، برنامج التدريب المتابع بالتوظيف، برنامج دعم المشاريع الصغيرة، برنامج الأسر المنتجة، وبرنامج التملك سيارات النقل العام أو الأجرة. أشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ثم أشكر مولاي ووالدنا خادم الحرمين الشريفين على ما بذله من دعم لأبنائه، وما هيأ من جنود يسعون للرقي بمستوى الطلاب المبتعثين، هم خير من يحمل هذه المسؤولية. زار المعرض عدد غفير من الحضور للطلبة الخريجين وعوائلهم، بالإضافة إلى الطلبة المتميزين الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم للرعاية الأبوية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي كان صاحب المبادرة الأبوية والفضل الكبير في دعم مسيرتهم العلمية والفكرية لإدراكه أهمية الابتعاث من أجل بناء المملكة وبناء نهضتها العمرانية. جاء معرض يوم المهنة حافلا بعدد الشركات التي تسابقت من أجل توفير فرص عمل للطلبة المبتعثين، استكمالا لدور برنامج الابتعاث الخارجي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل بناء المملكة العربية السعودية ورفع علمها عاليا. لقناة الإخبارية، رند طلال، واشنطن. طبعا حاجة جميلة في هذا المعرض عبد العزيز في يوم المهنة. أنت كان عندك تعليق، كيف تعلق على الموضوع؟ حبيت تعلق؟ حقيقة أكيد أنها فرص جميلة لهم مثل هذه المعارض، وحقهم يعني في التوظيف واضح، ويحتاجون بعد هذا الابتعاث وبعد هذه التجارب التعليمية هناك انهم يحتاجون لتوظيف. لكن انا دائما افكر اقول ايضا هناك ناس خريجين في داخل المملكة من جامعاتنا السعودية، اتمنى ان يحظون ايضا بفرص مثل هذه المعارض لتوظيفهم، لانهم كلهم ينتمون الى الوطن.